مش انت بتقعد تعلمني الرجوله وان انا امشي في الحياه ازاي. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. اهلا بيك في الحلقه الرابعه من كلام منطقي. برنامج بقاله شهر كده، انا بقالي شهر بعمل فيديوهات، ولو انت حد بتتفرج من الاول فانت بقالك شهر بتتفرج عليا. تعرف ان انا وانت كان ممكن نعمل حاجات افيد بكتير في الشهر ده، يعني كان ممكن ننزل نتمرن مثلا. بس ايه بقى الدافع اللي هيخلينا ننزل نتمرن؟ يعني هل مثلا عشان نحسن صحتنا؟ اعتقد ان ده دافع 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 كويس قوي، ولكن مش ده اللي بيزق الناس تنزل تتمرن. هو بجد ازاي اكبر دافع بيزق الناس انها تنزل تتمرن هو بس الشكل؟ يعني سطحي شويه صح؟ طب ازاي اي حد جسمه حلو دمه تقيل؟ عندنا في مصر اي شاب بمستوى ذكائه الاجتماعي قليل بيعجبه بنت، بيحاول ان هو يقرب منها، فهي مش بتبادله نفس الطاقه او المشاعر، بيتحول للفنان احمد صلاح المعدني، بينزل الجيم ويبدا يدخل في ريليشن شيب مع الحديد البلدي، ويبقى صوته عالي كده وضحكته وحشه ودمه تقيل وحركته تقيله كده. انا عندي احساس كده ان الفكاهه والذكاء في بينهم علاقه طرديه بشكل ما. يعني بحس ان الشخص اللي بيضحك اكتر بيبقى ذكي اكتر، والشخص الذكي بيعرف يضحك اكتر. الاتنين بقى بينهم وبين الجيم علاقه عكسيه. اي حد جسمه كويس دمه تقيل ومستوى ذكائه مش عالي. بحس اي حد بيتمرن مستوى ذكائه بيقل مع نسبه دهونه، وكل ما التراي بتاعته تكبر اكتر، ومع الوقت دمه بيتقل كده وبيبقى اقل ذكاء وبيبقى اسوأ اجتماعيا. ولكن هي مش علاقه عكسيه، لان لو طبقنا المبدأ ده هنبقى احنا كده بندي الحق لاي حد وزنه زياده ان هو يهزر. لان برضو الموضوع مستفز قوي، فكره ان اي حد نسبه دهونه قريبه من مجموعه في ثانويه عامه خلاص هو شايف ان هو ليه الحق ان هو يهزر، وهو كوميديان القعده ويقعد بقى ويتكلم بصوت عالي كده ايوه بيبقى غبي. وبرضه مش اي حد بيتمرن بيحصل له كده. لا، الجيم في حد ذاته مش حاجه وحشه خالص، ولكن بيبقى وحش لما تديله اكبر من حجمه وتاخده محتوى وتبدا تمحور شخصيتك كلها حواليه. وخليني هنا نمسك في حته تاخده محتوى، وركز لي هنا على المحتوى، والعب 3 في 10 تفتيح دمبل فراشه منشار. وبرضه خليني اقول ان مفيش مشكله انك تعمل كونتنت تفيد بيه الناس بنولج اكتر عن الجيم او بمعلومات اكتر تفيدهم في تمرينهم. بالعكس دي حاجه جميله، واغلب الناس بتمشي في الجيم لوحدها من غير مدرب. يعني هو رايح بحريته الكامله، مش زي مثلا لو حد بيلعب رياضه معينه فهو في نادي فيه مدرب بيمرنه. لا، الموضوع بيبقى يعني المدرب في الجيم بيبقى اختياري اكتر، فحاجه كويسه انك تفيد الناس اكيد. ولكن مشكلتي مع الكونتنت لما بيبتدي ياخد اهداف غير الفايده او حتى الانترتينمنت. لا، لما بيبتدي ياخد اهداف تانية، زي مثلا لما تحاول تثبت انك انت دمك خفيف بالعافيه. هو بصراحه انا شايف ان مش كل الناس ينفع تهزر، ولو ده حكم قاسي قوي فخلاص كل الناس من حقها تهزر ما عدا الفتنس انفلونسرز. كلهم عندهم نفس الريل بتاع لما المدرب يقفشك وانت تغش الدايت، او الدايت باظ يا جماعه، الدايت باظ، بوظت الدايت. وبالمناسبه برضو نفس الفكره في الشباب العكس بقى، اللي هي بتعك في الاكل او تعمل ريسيبي معينه الحاجه فيها سكر كتير قوي، فيها حاجات كتير قوي فوق بعض وطعمها وحش قوي وبقى سلم لي على الدايت. ومعلش بقى يا جماعه النهارده مش هنبوظ الدايت، لا دخول لاصحاب القلوب الضعيفه. لازم عمليات زرع مخاخ في اسرع وقت، وشفط ودان. انت ودانك كبيره قوي قوي، ايه المنظر ده اصلا؟ ما لازم تبقى انسكيور. وبالحديث عن الكونتنت، عندك بقى وصفات الدايت. مبدئيا كلمه وصفه دي بحس ان هي بتعود لعلاج الاعشاب والحاجات بتاعه الخمسينات دي. اي حاجه اسمها وصفه طعمها وحش، يعني نفس الاكله بالظبط. لو انت عملتها وقلت عليها اكله، قلت ريسيبي، قلت طبق، او قلت عملت سم هاري، هيبقى طعمها حلو. لو قلت وصفه بطني توجعني بجد. بقى مفيش وصفه دايت من دول طعمها حلو. هو بيحاول يعمل مثلا بديل للبيتزا، هي ما بتبقاش طعمها زيها لكن شكلها بقى مش شبهها برضو. يعني بيتزا مبكسله مثلا، عارف لو مسك نفس المكونات وعملها تشيكن راب مثلا هيبقى طعمها حلو قوي. اصل انت جبت عيش، حطيت شويه فراخ وخضار وتوبينجز كده بكذا صوص، انت لو عملت ده تشيكن راب هيبقى طعمه حلو قوي. انت بتعامله على ان هو بيتزا، ومديله اكسبكتيشنز اعلى بكتير من اللي هو بيعمله، حاطط عليه توقعات عاليه. اقول لك على حاجه، ما تقولش عليه وصفه، ممكن يبقى طعمه حلو. او يقعدوا يعكوا في الاكل العادي بقى، اللي هو يا جماعه ده بيض، ممكن ناكل البيض عادي باي شكل. لا، احنا النهارده هنعمل اومليت طواجن معانا 13 دقيقه بمضرب البيض. بعد كده تغرق نفسك باي صوص بتحبه وتروح تقدم السي في بتاعك في بلبن. ما تاكله عادي اكل صحي، اللي هو رز وفراخ وسلطه وبيض عادي، زبادي، منتجات البان، فاكهه، عادي، الحاجات العاديه. ما تصعبوهاش على الناس. بالحديث عن فكره ما تصعبوهاش على الناس، مقدر جدا انك انت حضرت وعملت دايت قوي وطلعت على المسرح ناشف ولعبت البطوله،
بس هي برضو لا تستحق هذا الكم الهائل من الكونتنت برودكشن، وتجيب الكاميرا مان بقى تقعده ويقعد يسالك. هو مجبر اصلا، هو عايز يخلص عشان يقبض ويمشي، عشان هو في واحده مصاحبها ومستنياه يعني، وتحرج عليه ما يشربش فيب قدامك وبتاع، وهو مخنوق يعني، انت مش ابوه برضو، وتقعده بقى يقعد يسالك طب هل كنت حاسس انك هتكسب؟ شعورك ايه وانت طالع على المسرح؟ طالع على المسرح يموديل يعني مش طالع على المسرح يتكرم، وبطوله اليت حتى مش برو ليج يعني. تاني انا ما عنديش مشكله انك تفرح بالاتشيفمنت اللي انت انا ما عنديش مشكله اصلا، انا بتكلم عامه، بس يعني ما فيش مشكله انك تفرح بالاتشيفمنت اللي انت عملتها، بس خلاص يعني كسبت بطوله خلاص، مش هتقعد تاكل عليها عيش سنين. انت مش مجدي عبد الغني بجون كاس العالم. كسبت بطوله، موف اون منها وركز على الهدف اللي بعده. حققت حاجه، روح اعمل الحاجه اللي بعدها. مش ده كلامك؟ مش دي الحاجات اللي انت بتقعد تقولها لي؟ مش انت بتقعد تعلمني الرجوله وان انا امشي في الحياه ازاي، وبتعلمني النجاح وبتاع، لمجرد انك عندك عرق باي وحلق شعر صدرك وكابشنات بقى يعني ما بيكتبوا حاجات كانها عادي بتحصل معاك كل يوم. لما تلعب بالدمبل ال70 يعني ايه اللي بيحصل لما تلعب بالدمبل ال70؟ عضلاتك بتكبر او بتتصاب. ومش معنى انك انت عندك تشاريخ في الستريتس انتيريور يبقى انت المفروض فهمان دنيا او متعهد الرجوله. يعني انت لو شفت حد بيعمل تصرف مش عاجبك بقى بتطلع تتكلم وتقول ايه يعني يا شباب، بس انا عايز اتكلم بس في حاجه كده. هو الشباب لما بتيجي تسلم ايديها مش ناشفه ليه وبيع؟ ما تتكلمش على حد، مالكش دعوه بحد، تعملش زي مين اداك الحق انك تفهمني امشي ازاي في حياتي وانجح ازاي، وتقعد تزعق لي بقى؟ وفي منهم اللي بيدعي المثاليه قوي، وفي منهم اللي بيشتم عمدا بقى، اللي هو ايه يعني انت ايه يعني ايه مش ناجح في حياتك يا ابن الكذا؟ طب انت الحياه دي بنت كذا، خلي بالك. مش يعني انت كده على فكره مش بتدعي الرياليست، انت كده مش حقيقي يعني، انت كده ما يعني مش معنى انك انت متخيل الشخص ده؟ يعني انا عايزك تتخيل اللحظه كده اللي هو قاعد فيها قبل ما يصور الفيديو محضر ان هو هيشتم في الجمله دي عشان يبان حقيقي. يعني اصلا اي حد بتطلع منه شتيمه فهي بتطلع منه من غير قصد، يعني مفيش حد بيحب الشتيمه، مفيش حد بيشتم بقصده. فانت متخيل هو في اللحظه دي عامل ازاي وهو بيحضر، لان هو يعني هو عادي دلوقتي قاعد في عربيته لوحده راكن، فقاعد هادي كده وهو هيبدا يزعق دلوقتي وهيبدا يصور وهيشتم مره واحده. ده سرك انت ازاي حاجه مزيفه. او بقى ريلز الشباب الاصغر سنا وحجما شويه اللي هو بيندم الاكس. يعني هو في بنت كرفت له في اعدادي او عادي واحده على فكره عادي قوي ان هي مش عايزاك، عادي ان هي ما بتحبكش. ده مش معناه ان انت فيك حاجه غلط، ده مش معناه انك وحش، مش المفروض الموضوع يسبب لك انسكيورتيز. عادي كل الناس اجمد ناس في الدنيا ممكن ما يتحبوش، ما يتبادلوش بنفس المشاعر، عادي في غيرها هيبادلك نفس المشاعر. ماشي، لكن خلاص ما تاخدش الموضوع كونتنت بقى. وبيكتب حاجات مش واقعيه، اللي هو يجيب صور ليه زمان مش هينفع نكمل بجسمك ده. يعني فعلا في بنت ممكن تشوفك تقولك، تكون بقالكوا فتره في علاقه مثلا وتقولك مش هينفع نكمل بجسمك ده ليه، هي بتعين على التال. بعد كده يحط صوره ليه بقى وهو دلوقتي بجسمه ده بقى بتاع دلوقتي، ويكتب ما بتردش ليه. على فكره دايما بيكتبوا غلط، انا مش عارف ليه بحس ان الكيبورد بتاعهم الفنان طاهر ابو ليلى، انا مش فاهم ليه دايما بيكتبوا غلط. بحس بجد الجيم بينتقص من الذكاء وخفه الدم والذكاء الاجتماعي والعربي، السبيلنج او اللباقه عامه بقى. ما بحسش ان في حد فيهم بيقدر يتكلم اكتر من دقيقتين يعني. ما اعرفش، بس بحس في حاجه في مخهم غلط بجد. عارف لما بيطلعوا في بودكاست ساعه ساعتين بيتكلموا حلو، مش عارف ازاي، انا مش فاهم بجد، انا مش عارف افهم. او مثلا يكتب يتصور في الجيم كده ويروح كاتب بيوريك المنظر ده يا بيبي، ولا بعت لك انا اوريك ايه القرف ده؟ هي سابتك عشان المنظر ده اصلا؟ حد يعمل كده في الدنيا؟ وعلى فكره انا مش بتكلم عن شخص بعينه، واللي يعرفني يعرف ان انا بشكل عام بحب التمرين يعني بجد. انا بقدر جدا اي حد فيهم بيعمل كونتنت على اليوتيوب بحسه ذكي، لكن انا بتكلم في الناس اللي بتعمل شورت فورم كونتنت ملوش علاقه بالفتنس لمجرد ان هو جسمه حلو. فانت دلوقتي راجل جسمك حلو وبتفهم في التمرين، فانت لو هتطلع تتكلم المفروض تتكلم في التمرين. فما تاخدش نفسك بجد وما تاخدنيش بجد، ولا تاخد الكلام اللي انا بقوله ده بجد. اولا عشان ده عادي، ده كلام منطقي انا من وجهة نظري ومش شرط يتوافق مع منطقك. ثانيا عادي يعني انا بقول يعني عادي انا بهزر. وثالثا انت ضخم وممكن تأذيني، فيعني خد الكلام عادي، خد الهزار كده بصدر رحب. بس هو بجد الناس اللي انا بتكلم عليها بيبقى ليهم اسطمبه معينه كده، هم بيلبسوا ضيق قوي وبيتكلموا دايما عن النجاح والحياه ومستوى ذكائهم قليل وما بيعرفوش يهزروا. ويا جدعان بيهزروا على اي حاجه اي حاجه بيهزروا، اي فرصه هتيجي للهزار هو يهزر بالجيم. اللي هو احنا في واحد مثلا كان داخل شايف نفسه، او في واحد
واقف عامل كده، تلاقي واحد تاني يقول ايه هو اقلع بقى، تقلع ليه؟ مين تقلع ليه حضرتك؟ احنا في دهب، تقلع ليه؟ او مثلا واحد صاحبه بيحاول يفتح حاجه مش عارف، او بيحاول يعمل حاجه محتاجه قوه مش عارف يعملها، يبص له كده ايه يالا مالك في يالا ما تنشف يالا. وزير الرجوله، نقابه الذكور، هو النقيب بتاعهم، او هو نقيب عامه، هو شايف نفسه ظابط قوي لمجرد ان هو ظابط اكله. بص التمرين حاجه جميله قوي، بس بلاش تمحور شخصيتك حواليه وتستمد هويتك منه وتخليه هو المحتوى بتاعك. يعني خلي عندك حياه، خلي عندك حاجات تانية تتكلم فيها، ثقف نفسك، اعرف اتكلم احسن من كده، واتكلم احسن من كده، ما تشتمش يعني عيب. واقول لك على حاجه، كل اللي انا قلته ده ما عنديش مشاكل معاه، دي ناس بتعمل كونتنت، لكن انت واحد ما بتعملش كونتنت، انت مجرد بتنزل الجيم وجسمك حلو شويه، ليه بتعمل كده؟ يعني ليه برضو بتمحور شخصيتك كلها حوالين الجيم؟ يا تروح داخل كاتب لنا ايه يا شباب يلا نخرج، ماشي قشطه فاضي الساعه 5، لا والله انا ما نازل الجيم، خلاص ما نازل الجيم، خليك في الجيم ما تقعدش تتكلم معانا. وبيحس ان هو بيعمل حاجه مهمه او بطوليه قوي، اللي هو انا بساكرفايس وبضحي بالخروجات وانا مش زيك بهلس، لا انا اهدافي كبيره لا يا معلم، انت كده ما بتتبسطش بحياتك، انت كده فاهم الدنيا غلط. انت بتتمرن عشان تخلي حياتك احسن، مش عشان التمرين يعسفك ويخلي حياتك اوحش ويخليك مش عارف تخرج مع اصحابك، ولا عارف تتبسط، ولا عارف تعيش حياتك بالطريقه اللي انت عايز تعيشها. بالعكس يعني انت كان ممكن تظبط مواعيد الجيم، تروح بعد الخروجه او قبل الخروجه. هتكسل يبقى دي مشكلتك انت، لكن ما تاخدش الموضوع بالشكل ده، وانك انت كده بتعمل حاجه نبيله جدا، وان الخروج في حد ذاته حاجه عيب. يا عم ما تخنقناش، معاك الاسبوع كله اتمرن عادي، معاك اليوم كله اتمرن. يعني انت مقتنع ان ميعاد حاجه بتعملها لوحدك هو التمرين في الجيم ثابت، لكن ميعاد 12 شخص هو ده اللي عايز تغيره؟ يعني هو ده اللي لو مش عاجبك خلاص، لكن مش هتغير ميعاد الجيم، اللي هو انت دماغك تعبان. ممكن عامه واحد يقول لي طب يا عم انت عمال تتكلم عليهم، ايه بقى جسمك ده؟ عايز اقول لك عندك حق، انا بقول لنفسي كده كل يوم في المرايه، ادعي لي ارجع اتمرن. ويا جماعه اتمرنوا وبجد اهتموا بصحتكم واهتموا بجسمكم واهتموا بالبرفورمانس بتاعكم، وخلوا عندكم اهداف غير الشكل كمان. يعني اهتم بالمرونه بتاعتك، اهتم بقوتك، اهتم بتحملك والكارديو بتاعك وقلبك، كل الحاجات دي هتفيدك في صحتك. اهتم انك تاكل عدل عشان صحتك تبقى كويسه من جوه قبل ما تبقى شكلك كويس من بره. وبس اسكت ما تاخدش الجيم محتوى بقى، اوعى تتكلم عن ده، اعمل كل ده لكن ما تفتحش بقك خالص. بس بحبك، يا ريت ما حدش ياخد كلامي بجد، انا خايف بجد انا خايف قوي.